اليوم رح أعمل أطيب أكلة لحمة ببيت، بس قبل ما نعمل الأكلة رح أحرق المقلي لأنه هذا أول استخدام له، ورح فرجيكم كيف رح أحرقه. خلونا نبلش. حطيت بالمقلي معلقتين من زيت الزيتون، لو المقلي أكبر كان لازم أحط أكثر، ورح نزله على النار. هذا أصغر مقلي فخار بيستخدموه، أول ما شفته ما خطر لي غير أعمل فيه لحمة ببيت. اكتبوا لي شو بعملكم فيديوهات فيه كمان. بعد ما يغلي الزيت بنحركه بقماشة نظيفة، نوزع الزيت على كل المقلي. وكيف المقلي شرب الزيت كله وهلا صار جاهز للاستخدام. بننزل عليه اللحمة المفرومة. هلا رح نخفق البيض، ويفضل يكون بيض بلدي. ملح. بعد ما صار لون اللحمة هيك رح ضيف السمنة، فليفلة حمرا ناعمة، وشوي من الفلفل الأسود. أول استخدام للمقلي بعد الحرق بيحتاج شوية زيت زيادة لأنه بيكون لسه عم يشرب من الزيت. بنقلل اللحمة 5 دقائق بالسمن، وهلا رح ننزل البيض ونحرك، وبنستمر بالتحريك. وهيك أكلتنا صارت جاهزة. شوية دبس رمان على الزيتون، وعند دبس رمان شغل إيدنا. قدم معها خضرة. هيك الزيتون صار جاهز، وهيك بيكون فيديو اليوم خلص. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا فولو وتحطوا لايك وتكتبوا لي رأيكم. اكتبوا لي إذا مجربينها من قبل وشو طريقتكم فيها.